بسم الله الرحمن الرحيم. كل أكلة بداية، كل بداية حكاية. مع الشيف جمعة تعرفوا كل الحكاية. أهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله في تحدي كبير قوي بيني وبين أم سيف، زي ما قلنا لكم في البث اللي فات. هي بتتحداني بقى في أعمال الكوارع، فأنا جبنا بقى إيه الكوارع اهيت، وهنشوف بقى النهاردة هي هتعمل إيه وأنا هعمل إيه، وأنتوا بقى تحكموا بيننا نشوف إيه مين بقى يكسب فينا. طبعا أنا حطيت مية بتغلي اهيت، بغلي المية الأول، بعد كده ايه بقطع بقى ايه بصل وجزر وحبهان وورق لورو وزر ورد. زر ورد بيدي ريحه حلوه قوي في الشرب. فهحط الحاجات ديت على الميه كده. طبعا الميه بتغلي، هنبدا بقى ايه نسقط فيها ايه الكوارع. هسيب الكوارع بقى تستوي عشان بتاخد وقت شويه كده في السوا على ما هي تيجي وايه، ونبدا بقى ايه شغلنا بعد كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الكوارع انا جبتها ومتقطعه وجاهزه وتمام التمام، ويا مسهل بقى ان هي تطلع. انا بصراحه بقى لي زمان ما اكلتش كوارع، ان شاء الله بقى ايه جو ساقع بقى اليومين دول، الكوارع بقى ايه تبقى حلوه بقى في الساعه دي ان شاء الله رب العالمين. نحطها كده بقى ايه تغلي بقى، تاخد وقتها براحتها كده. وبعد كده بقى ايه نبدا بقى نعمل بقى جنبيها بقى شويه فته. وانا هعمل طاجن طاجن كوارع بقى على الطريقه بتاعتي، وهي هتعمل الكوارع بالطريقه بتاعتها ونشوف. يعني هنعمل الفته عادي خالص، الرز والعيش وشويه الصلصه بتاعها، والكوارع بقى نقسمها على ايه نصين، هي تعمل طاجن وانا هعمل طاجن. طبعا هي ايه بعضمها وكل حاجه، بعد ما بتستوي خالص بقى هنشيلها من العظم بقى وايه ونقطعها ونشوف كل واحد بقى هيعمل فيها ايه. رجعنا لكم تاني يا حبايبي. طبعا دلوقتي ايه الكوارع كده تقريبا يعني استوت او داخله على سوا، يعني هي استوت تقريبا. يعني هسيبها شويه بس ايه عشان انا بحبها مستويه قوي. يعني على ما تستوي هنعمل ايه شويه الصلصه بتاعت اللهم صل على النبي، الصلصه بتاعت الفته. طبعا الفته انا ايه حمصت لها العيش اهوت وجهزته. جهزت انا بقى ايه الطماطم دي بقى دلوقتي. نحط بقى ايه الحله الصغيره ديت نعمل فيها شويه صلصه الطماطم دول. انا عندي شويه بصل وشويه توم مفرومين اهمت. نجيب بقى ايه شويه كزبره ناشفه، ادي شويه كزبره، بعدين ايه شويه زيت. هنبدا الاول ايه بسم الله الرحمن الرحيم كده. دول شويه التوم انا فارمهم، هناخد منهم شويه الصلصه واخلي شويه ايه للعيش بتاع الفته. بس شويه التوم الاول، انا بحب احمر التوم الاول قبل البصل، عشان لو حطينا البصل الاول بياخد وقت طويل قوي والتوم ما بيتحمرش كويس. التوم لما تعملوه كده الاول يحمر بسرعه. اول يا دوبك ما يصفر وكده ياخدوا يا دوبك اللون الذهبي، نقوم ايه نازلين عليهم بشويه بصل بقى، شويه بصل صغيرين كده. ساعات بنعمل بس ايه تسبيكه العاديه بتاعت البيت اللي احنا بنعملها كلنا عارفينها يعني. اوكي. طبعا بقى الحاجه ام سيف قطعت عليا التصوير دلوقتي، فانا شلت الحله ايه ونزلت جبتها عشان بتخاف تطلع في الاسانسير لوحدها. طب بلاش التسييح ده. وحش المطبخ وصل بقى، اما نشوف بقى الشغل. لا انت هنشوف بقى احنا مع بعض. يلا يا انت النهارده بقى. انا مجهز لك كل حاجه ومحمص العيش وعملت الصلصه وسلقت البتاع، وانت ولا انت هنا. هو الرز اللي عندي مش هيكفي، مستني بقى الرز اللي انت تجيبيه. طبعا ايه بقى احنا ايه حمرنا البصلايه كده تقليه يعني جاست مينيت، هي حلوه قوي كده. اروح مديها ايه بقى شويه الكزبره الناشفه. انا دايما متعود ايه توم لازم اديله الكزبره تتحمص معاه تبقى ايه جميله. وبعدين التوابل بقى التوابل كلها مثلا شويه فلفل شويه كمون ولا بتاع نحطهم ايه فيما يلي بعد كده. ايه انت جايه تقعدي يا حاجه ولا ايه؟ يلا قومي قومي وريني شطارتك. خلاص انت بدأت من غير ما تقول. بس هي كده تمام. وهنزل على بقى بشويه الطماطم اللي احنا ضربناهم. عصير الطماطم ده سيبها بقى ايه تتسبك مع نفسها. نعمل شويه الرز ونخلي بقى ايه اللهم صل على النبي الكوارع نخليها اخر حاجه. نجهز الرز وانا جهزت العيش وجهزت الصلصه. طبعا الكوارع استوت، هطلعها بقى دلوقتي الماء بتاعتها واخليها بقى ايه من العظم وكده،
وبعد كده ايه انا اعمل الطاجن بتاعي وهي تعمل الطاجن بتاعها. لا انا مش هعمل طبعا، هتفرج عليك النهارده مش قادره. اتفرجي عليا. مش قادره. شفت الكلام بقى؟ فين التحدي بقى؟ وعمال اقول تحدي ومش تحدي تحدي عشان انا تعبان، انا عندي ظروف النهارده ما رضيتش. لا ما ينفعش كده. انت خايفه يا بابا. انت خايفه انا صح؟ خايفه، انت عارف عني كده. انت خايفه يا بابا، خايفه من التحدي صح؟ ادي اول حاجه ظهرت، خايفه. نعمل بقى شويه الرز. اوكي هنسيب بقى الصلصه ايه تتسبك شويه كده، وانا اعمل الرز الابيض. طبعا الرز الابيض مش لازم يتصور، صورناه كتير. بعدين ارجع لكم تاني. دلوقتي بقى يا جماعه ايه، انا طلعت الكوارع وقطعتها ايه حتت زي كده. هعملها بقى ايه طاجن. هنسيبها دلوقتي. انا عايز اعمل الطشه بتاعت الفته. فايه عندي طبعا شويه التوم، دول والخل والكزبره الناشفه. هنعمل بيهم ايه الطشه. هحطهم على الشوربه اللي عندي، هسيبها العيش بتاع ايه بتاع الفته، وهخلي منه شويه برده من الطشه ديت اديها لايه للصلصه، عشان التوم والخل وكده يبقى مع الصلصه برده، وشويه برده على ايه على الطاجن بتاع ايه الكوارع. فنبدا كده بسم الله الرحمن الرحيم. يا وحش المطبخ. وحش ايه بقى خلاص. تيجي تعملي اي حاجه معايا. بدات انا ينفع كده؟ ماسكاك الحاجه واقفه جنبك. ينفع كده؟ لا ده انت هتطلعي بعد كده، انت لازم لازم تطبخي معايا، طلعي مواهبك. الست دي يا جماعه خياليه في الاكل، خياليه والله. طبعا عندنا بقى ايه الصلصه. عايزين ايه ايوه هي اتسبكت كده تمام اهو. نديها بقى شويه ملح، شويه التوابل، ونخلي لها ايه شويه قش. هنديها ايه ملح، ادي الملح. اوكي التوابل بقى بتاعتنا مجهزها لها هي ايه كمون، كزبره، فلفل، وتوابل. توابل فراخ او توابل لحمه تدي تست حلوه قوي في الاكل يعني. بس هي كده تمام. ممكن نديها ايه برضو شويه من شوربه الكوارع عشان تاخد التست بتاع الكوارع معاها، عشان هي برضو تقيله شويه. اوكي الشوربه بقى بتاعت الكوارع نديها بس ايه كبشه حلوه قوي كده. نسيبها بقى ايه على ما نعمل الطشه. بسم الله الرحمن الرحيم. شويه الثوم. حطيت الزيت. شويه كزبره حلوين كده. انا مش مزود توم قوي عشان بقى ايه القولون وكده بيعمل مشكله في القولون، بس عشان التيست وايه. ايوه شوف التومه بقى كده ايه خدت اللون الذهبي. ننزل عليها بقى ايه بشويه الكزبره دول. بعد كده ايه الخل. اول ما التوم بقى ياخد اللون الذهبي دوت نروح طافين عليه الخل على طول. ايوه عشان ايه ما يسودش. ياخد بس غلوه كده مع الخل عشان الخل يتبخر بيدي تيست حلو قوي. ما ينفعش الواحد يحط الخل ايه كده على الحاجه على طول، لازم يتثبت كده ويبخر بيبقى تيسته احسن. ناخد بقى شويه من دول الصلصه. اوكي الصلاة على النبي اخر حلاوه. بس كده نسحب بقى شويه الشوربه دول كده ويسخنوا. دلوقتي بقى كده يا جماعه ايه الصلصه كده تمام. خدت الطشه وخدت الخل وخدت التوابل وخدت كل حاجه واتسبكت ومية مية. انا كده ايه خلاص هشيلها بقى من على النار. سيبها. ايه؟ سيبها كل ما تتقل. هتتقل. هي تقيله اساسا. لا هي تقيله كده وحلوه. هي كده ايه عدلها كده قوي مش عايز ايه. بس كده الصلصه خلصت والرز خلص. الشوربه بقى بتاعت اللي هسقي بيها على ما اسقي على ما دي تغلي الشوربه هنعمل ايه الطاجن بقى بتاع الفته. زي ما انا قلت لكم انا ايه مقطع له بصل وفلفل وطماطم. هنروح ايه حاطين عليه البصل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وادي الفلفل. عايز شويه خضره
تجيش خضره معاكي. وادي الطماطم، وممكن نديها معلقه صلصه برضو من الصلصه اللي احنا عملناها، مفيش مشكله. ونديها بقى ايه الملح والتوابل، ونقلبها بقى كده على بعضها، ونديها برضو شويه من الشوربه ديت عشان يبقى ايه الطاجن كله كده في قلب بعضه يعني. ادي الملح. اوكي. دي توابل اللحمه، توابل اللحمه تبقى حلوه قوي برضو، تدي لك تيست للحمه حلوه. ندي منها، ندي بقى شويه فلفل اسود، شويه كمون، شويه كزبره. اوكي بس كده. نقوم ايه مدينا بقى ايه شويه من الشوربه اللي احنا عملناها. اوكي بس كفايه. لا مش كفايه. لا اعمل الشوربه كتير. هي دي بقى المفروض ان هي تدخل الفرن. اوكي عشان مرقوميه بس. طبعا بقى ايه نروح مقلبينها بقى كلها في قلب بعضيها كده. اوكي ولع على النار. نولع عليها النار. انا مش هدخلها الفرن، انا هغطيها واسيبها على البوتاجاز زي ما هي. ممكن تدخل الفرن تعمل لها طشه توم بقى على الوش كده، شويه خضره، ممكن لو في عندك كزبره خضراء او شبت. صور انا عندي شبت، اديها شبت ولا لا مش؟ لا لا. لو عندك خضره بقى هي على حسب الرغبه يعني. مع شويه ممكن تديها بطاطس على فكره، تعمل بطاطس حتت صغيره كده شرايح كده معاها بتبقى جميله جدا يعني. بس انا هسيبها بقى على النار، مش هدخلها الفرن. على ما الخضار بقى اللي انا حطيته ده يستوي وتاخد وتدي بقى مع بعضيها كده. وبعدين ايه بقى نيجي بقى في الاخر اوريكم بقى شكلها هيبقى عامل ازاي. بس هي كده ايه الشوربه غليت. هنبدا نسقي بقى ايه العيش بتاعنا كده بتاع الفته. نسيب العيش بقى شويه يشرب، وبعدين ايه نحط على وشه ايه الرز بتاعنا، ونزينه بقى ايه بشويه الصلصه والجمال كده. بس كده حلو قوي كده بقى يا جماعه. وصلنا لاخر مرحله. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي شويه الرز. اوكي نحطهم بقى ايه على وش العيش بتاع الفته دوت. بسم الله. شوف الرز ده كده استوى ولا ايه يا حاجه؟ يا وحش المطبخ. وحش ايه بقى انت اللي وحش. وحش المطبخ انت. عارف انا هسويهولك انا. استوي؟ حلو طعمه حلو قوي. حلو. طيب شهاده منها بتقول الرز طعمه حلو. لا الرز طعمه جميل طبعا. انا اديته كبشه شوربه من بتاعه الكوارع عشان ياخد طعم الكوارع برضه. بصوا بقى يا جماعه، احلى حاجه بقى في الرز اللي انا بعمله انه ما بيعملش قعر في الحله. شوفوا احلى حاجه. عشان بعمل ايه بقى بعد الرز ما بيستوي بقوم اديله ايه شويه ميه. شويه ميه ماشي. بس خلاص. عشان دي بتاعتي بتقولي خلاص. خلاص. الصينيه الصغيره ديت انا هاخدها لي انا، الصينيه الكبيره ديت لهم هم يعني. انا رايح اتعشى معاهم برضه، احنا نشيل اكل ونروح هناك. كده يا جماعه عملنا ايه صينيتين الفته همت. وادي الصلصه هنديها بقى ايه نزين بقى الوش بتاعها بشويه صلصه كده يعني. بسم الله. وهنخلي برضه صلصه ايه على جنب كده اللي عايز يزود صلصه بقى، لان برضه العيش اديته ايه شويه صلصه برضه. الحتتين دول تحطي حاجه ثانيه؟ دول حتتين بقى ايه وما حطيتهمش في الطاجن، راح حطيتهم على الوش كده. حطيت واحده هنا واحده هنا. ايه رايكم؟ كده تطلع ايه اخر حلاوه. الصلاه على النبي. ريحه حلوه. ايه لا شويه فته. انا بعمل فته ملهاش حل. فته ملهاش حل. انا عايز احط حاجه اي جرمش كده عليها. هو التوم بقى لو عملنا عليها التوم كانت هيبقى توم. كانت عايز توم بقى يتعمل سلايزات كده. بس دي بقى كده الفته بتاعتنا يا جماعه. وكده ايه الكوارع خلاص. ما دخلتهاش الفرن، عملتها على البوتاجاز على طول. اوكي
ادي صينيه الكوارع بتاعتنا، طاجن. بس كده كده يا جماعه. بقى ايه دي بقى ايه الاكل التحدي بتاع النهارده. كان المفروض هنعمل الكوارع على 2 طاجن، قرب نهادي شويه كده. بس هي طبعا بقى هي فلتت مني النهارده. لا انا والله تعبانه. يلا مش مشكله، انا عملت كل حاجه، عملنا الفته وعملنا الكوارع والشوربه والصلصه بتاعتها. اصورها لكم بقى كده من قريب. اهي يا جماعه، بسم الله الرحمن الرحيم. ادي بقى ايه صينيه الكوارع بتاعتنا، حاجه كده ايه ريحه وطعم ما اقولكوش بقى. ودي الصلصه بتاعت الفته، ودي الشوربه، شوربه الكوارع برضو. يا رب يعجبكم يا رب كده المنظر الجميل ده. ان شاء الله ايه تستفيدوا يعني من الطريقه بتاعتي. في ناس بتعمل الفته وبتعمل الكوارع بطرق مختلفه عن كده. يا رب كده تكون ايه الطريقه بتاعتي عجبتكم يعني. كده يا جماعه انا ايه خلصت الحمد لله رب العالمين. اتمنى يا رب يكون الاكل تمام التمام، وتكون طريقتي عجبتكم. طبعا انتوا مش هتدوقوا، احنا هنشيل الاكل بقى ونروح دلوقتي ندوق سيف وسلمى وحمدي ودينا والمجموعه بقى الجميله بتاعتنا كده، ومسيف معانا. انا هختم هنا بقى في المطبخ كده واقول لكم ايه شكرا ليكم. وان شاء الله ايه ممكن نكمل جزء صغير هناك كده معاهم برضو، اخد رايهم في الاكل وكده وايه. وشكرا ليكم، سلام عليكم.